صباح النور والسرور من يوم 5/6. شوية متأخرين. أنا شوية متأخرة، فإذا أنا شوية متأخرة أنتم شوية متأخرين، فإحنا شوية متأخرين. let's go. اوكي الساعة حاليا 7:34. وصلت للدوام. ما ادري اذا انتم يعني قدرتوا تشوفون بالفيديوهات اللي صورتهن خلال الطريق، بس يعني الجو دا تمطر. احنا يوم 5/6 والجو دا يمطر. الجو دا تمطر لا دا يمطر. المهم معلمين اللغة العربية سوف أعيد رجاءً. بس يعني يعني درجة الحرارة اليوم، هو أنا كل فلوق لازم أقول لكم درجة الحرارة، بس درجة الحرارة اليوم 13. يعني برد. يعني تخيلوا لابسة هاي ولابسة هذا وجوا هذا لابسة هذا وباردة، يعني كل هذا وباردة. اوكي بس احس انه لازم ابدل، ما اقدر نقول فقرة التحفيز بكل هاي الانرجي السلبية، فخليني ابدل وارجع لكم. let's go. بدلت وخلنا ساعة. احس انه الطاقة صارت احسن من بدلت، لان احس انه الطاقة السلبية مالت هذا المطار it wasn't doing it. فالشي اللي حبيت اقوله اليوم هو انه اعرف انه هواي ناس حاليا دي يحسون انهم ما جاهزين للامتحانات. اتوقع الامتحانات بقالهم بس كم يوم اذا انا مو خطانة بهالشي. بس والحقيقة المرة هي انه احنا يمكن ما بعمرنا رح نحس انه احنا صدق جاهزين للشي، لان كل ما يقرب الشي كل ما نريد نمدد بيه اطول او نمدد بيه اكثر ما اطول، بس ونجر حالنا لي ورا ونريد اكثر وقت، وما بعمرنا رح نحس انه احنا صدق جاهزين لهذا الشيء. بس احيانا لازم ناخذ هذا الريسك وندخل الشيء ونسوي في الشيء احنا نحس انه احنا يمكن نحتاج بعد وقت بيه، لو مو جاهزين لهاي الخطوة او اي شيء هيك. وهذا في الشيء كلش مهم انه بس نتعلم انه كل شيء له مدة، وحتى لو ردنا لا بعد ما تنتهي هاي المدة احنا لازم نسوي، لازم مثل ما يقولون بالانجليزي you have to put yourself out there. لازم تاخذون هذا الريسك وتخلون نفسكم بموقف يمكن انتو ما رايدي او مطرح انتو يمكن ما رايدي. مثلا هواي ناس يمكن ما رايدين يدخلون الامتحانات رغم انهم صار لهم كل شوي يدرسون، بس لان الخوف جارهم لي ورا. لذلك على طول لازم ناخذ هاي الخطوة حتى لو احنا نحس انه احنا مو قدها، لو نحتاج بعد وقت، لو لازم نشتغل على نفسنا، لو بس كلش مهم انه تعرفون انه اكو مواقف ما بعمرنا راح نكون جاهزين لها. اكو هواي اشياء احنا حتى لو تمر بينا السنوات، يعني فريار سنة لي قدام على طول راح نأجلها. يعني حتى لو أجلوا امتحانات السادس لمدة سنة، فإحنا على طول رح نقعد 3 أيام قبل الامتحان و4 أيام قبل الامتحان، وحتى ليلة الامتحان نقول إنه إحنا ما جاهزين. لذلك لازم على طول، ما أدري شلون أقولكم إياها، بس you always have to put yourself out there. باختصار ماكو there's no short way, there's no shortcut. لازم على طول
تسوون الشي حتى لو تكونوا خايفين منه، حتى لو تكونون مرايدين، حتى لو تحسون إنه الشي مو خير إلكم أو تكونوا خايفين منه أو على طول لازم تسوون الشي، لأن بالنهاية من تسووه ويطلع مو أبدا ما يشبه الشي اللي تتخيلتوه، ويطلع مثلا كنتوا تتخيلون ما تجاوبون بس جاوبتوا كل زين وجبتوا علامة، فهالشي راح يظل وياكم. وثاني مرة يعني مو تحصلون بس تكونون بهيج موقف راح يتسهل الأمر كلش هواي، لأن كلنا يعني إحنا نبني حالنا على كل يوم. ما أدري لو وصلت الفكرة، أحسني بس قاعد ألف وأدور بالكلام وما قاعد توصل، يمكن لأن ما عندي المصطلحات الكافية إن أشرح لكم هذا الشيء بالعربي، يعني كنت أتمنى إنه بس يمكن أسوي فلوجات بالإنجليزي بس yeah that's not gonna happen. So الساعة حاليا هو 42 وأنا راح أرجع للدوام أو راح أبدي دوام. So let's go. صراحة هالتغيير الجو حاليا كلش بارد والثلج جوا، يعني ثلج هنا، يس أطلع عليكم شوي بين المراجعين لأن ليش لا. الساعة حاليا بال11 لا بال10 و40 دقيقة، يعني 11 إلا ثلث، ويا بين المراجعين راح أستلم المراجعين الجاي. So let's go. الساعة حاليا بال4 و24 دقيقة، كملت دوام وكملت كل مراجعين، سويت الأشياء اللي لازم أسويها من تجهيز للبيت. باكر ما عندنا شغل لأن اليوم العيد الوطني السويدي، so بس عن باكر عندنا شغل. so let's go. راح أخذكم ويانا ونقولكم let's go.